هو بس انا عندي سؤال لاتحاد الكوره، هو ليه الزمالك هيلاعب انبي يوم الاربع وهو عنده ماتش في الكونغو يوم السبت؟ يعني الزمالك المفروض يتدرب يوم الخميس ويسافر يوم الخميس ويروح هناك يتدرب يوم ويقوم لاعب يوم السبت. طب ما الزمالك ماتشه مع الاتحاد الساعه 10 يوم الجمعه الجاي الساعه 9:30. طب ما العب ماتش انبي يوم الثلاث، خلاص سبت حد اتنين 3 ايام هم منفصلين، واتدرب الاربع واسافر الاربع واتدرب هناك خميس وجمعه مثلا، او على الاقل اريح اللعيبه. ليه ماتش انبي بقى يوم الاربع؟ انا مش عارف. طب هتقول لي ده جدول، طب ما تظبط انت الجدول. طب ما الفريق ده بيمثل مصر ورايح يلعب في بطوله قاريه اهو وبره ارضه. ده هنلعب الساعه 3 كمان، يعني يوم الماتش اللعيبه حتى مش هتعرف تسخن. فالطبيعي يعني يبقى في تساهل من اتحاد الكوره مع الانديه اللي بتمثل مصر في البطولات القاريه، ده الطبيعي يا جماعه، ما بنطلبش حاجه فوق حقنا. فالاكيد الاحسن ان انت تخلي ماتش انبي يوم الثلاث، وهي كده انت ما خرجتش اللوائح ولا حاجه، هيبقى في فرق 3 ماتشات 3 ايام، ونروح نلعب احنا، يبقى في فرق 3 ايام ما بيننا وما بين ماتش اوتوه الكونغولي. اعتقد ده الطبيعي يعني والسهل يعني لاي حد في اتحاد الكوره يعني.